طون ترتاح ليلة كاملة. هلا الساعة 9 بكرة الصبح اشتغل فيها الساعة 9. ليلة كاملة يا شيف أبو العبد؟ لا بلكي أنا مستعجل يا خيي ومقطوع من النمورة والبسبوسة، وبدي اليوم أنا شو بعمل؟ الزلمة حط كربونة، والكربونة لتشتغل بفعالية بدها وسط حمضي. بالتبييت ليلة كاملة حينشأ عنده وسط حمضي بقلب الخلطة لو ضعيف كافي إنه يعطيه نشاط، وعامل حساب وحاطط نسبة من السمنة والقطر. إذا ما كان الوسط الحمضي قوي يغلف له جزء كبير من السميد ما يفرز البروتين، حتى ما تطلع معه طرية وبتعلك وما تقبل القطر، بتطلع هشة ومفرفطة وبتقبل القطر وبتطلع ممتازة. شو الحل إذا أنا بدي إياها اليوم؟ بدي وسط حمضي سريع، بقدر أنا بحصل عليه أو من خميرة فورية. إذا حطيت لي معلقة وتركتها ساعة ساعتين تخمر الخلطة بيصير فيها وسط حمضي. وبما إنه الوسط الحمضي السريع غالبا قوي مثل نشاط الخميرة أو اللبن الرايب الزبادي أو أي وسط حمضي قوي بفعل الكربونة، الوسط الحمضي لوحده بيقوي تماسك البروتين، ولكن بس يتفاعل مع الكربونة ويصير قلوي، اللي حيصير انه بدل ما يكون تماسك قوي تبع السميد حيضعف لنا التماسك. وهيدا الشيء ممتاز بهيدي الوصفة لتطلع هشة مفرفتة ما يطلع طرية وبتعلك وما تقبل القطر. فاللي حيصير يعني بالإذن من الشيف ماجد التفاعل الوسط الحمضي مع الكربونة حيلعن أمه للبروتين الموجود بقلب السميد، وبنحصل على نمورة أو بسبوسة مفرفطة. هيدا الشيف أبو العبد مش بس لأنه مكب ونشيط على صفحته ومجتهد ورائع بوصفاته، تابعوه أيضا لأنه طاهر النفسية ومحترم قلبه قلب طفل. وبطريقكم بشرفكم ما تنسوا تعملوا لي متابعة أنا وكمان وإعجاب.